كير هاب سيرفيس مستشفى جوه البيت. كير هاب ميديكال كير سيرفيس، عشنا تجربة معاهم في الوقت الأخير قبل فات ماتي. الناس فضلوا موجودين معانا في آخر شهرين، بيقدموا كل الخدمات الطبية جوه البيت. الأجهزة الطبية اللي موجودة في أي مستشفى، ممرضات على أعلى مستوى وعلى مستوى كبير جدا من الاحترافية. كل الدكاترة في كل التخصصات، واحدة من السيرفيسز اللي بيقدموها بيجوا البيت ويعملوا كل الاشعاعات، الكشوفات، كأن المريض موجود في المستشفى بالظبط. انا عامل الفيديو ده عشان اشكرهم، عملوا كل حاجة ممكنة، خدمة على اعلى مستوى انا ما شفتهاش في اي مكان في العالم. فعايز اشكر كير هاب، شركة وسيرفيس عظيمة جدا. شكرا. آخر شهرين في مرض ماما كانوا هما اللي معانا، خدمة منزلية متكاملة شاملة جميع الأطباء اللي ممكن تتخيلهم. احنا بجد كنا عاملين مستشفى جوه البيت، سرير مستشفى. وصلت ماما درجة الرعاية المركزة، فكانوا موفرين علينا كل الخدمات الطبية اللي ممكن أي حد يتخيلها. دكاترة جميع التخصصات، ممرضات على أعلى مستوى، جميع الأجهزة الطبية، أشعة جوه البيت، تحاليل. حتى لما وصلنا لدرجة التنفس الصناعي كان جوه البيت. طبعا لو ماما كانت موجودة في عناية مركزة في أي مستشفى، الزيارة بتبقى ساعة في اليوم. ماما كانت معانا طول الوقت آخر شهرين، وهم كانوا في كل حاجة عاملين واتساب جروب بنتابع عليه الحالة أول بأول. أي حاجة بنحتاجها ببعت لهم بنلاقيها. فهم حقيقي خدمة طبية متكاملة جدا، وأنا بشكرهم. وربنا يشفي كل مريض طبعا، ومحدش أبدا يحتاج لكده، بس هي خدمة فعلا مميزة جدا جدا. ربنا ما يحوجنا أبدا، وربنا يشفي كل مريض. وشكرا كير هاب. عاملين له عناية مركزة رائعة فوق الرائع. بصراحة فريق عالي جدا جدا جدا. سرعة الاستجابة للأدوات اللي هم بيجيبوها كمان عالية جدا. طلبناكم في وقت كان صعب قوي، بابا كان تعبان جدا وحصل له نقص أكسجين، هو اوريدي كانت الرئة بتاعته تعبانة بسبب انه مدخن جامد. لأن والدتي بصراحة كانت عبارة عن حالة ميؤوس منها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل شركة كير هاب، عايز اقول بجد ان هم قاموا بواجبهم على مستوى عالي، هاي ليفل. والحمد لله حالة والدتي دلوقتي بقت حالة كويسة. كانت واخدة وعي، كان مشكلة رئة، مية، عدم الكلام، عدم التركيز، مفيش بلع، يعني كانت تعتبر حالة ميؤوس منها. تمريض فوق الرائع فعلا، ناس منظمة دقيقة، عندها مصداقية، عندها شفافية في التعامل. أنا والدتي تعبت مني فجأة، ومجرد ما طلبت الخدمة هم ما تأخروش خالص. وصلنا كير هاب على طول، قلنا في أقل من ساعة بصراحة بالمعدات بتاعتهم بكله. ونشكر ربنا، هو أحسن كتير جدا. مجرد ما استدعيتهم في خلال وقت قصير تقريبا نص ساعة كانوا موجودين بكل معداتهم، مستقرين معايا لحد ما التحاليل والإشاعات وكل الإجراءات الصحية، لحد ما ربنا الحمد لله يعني مر العملية بسلام، قضى حياتي فعلا. والستاف اللي بيجي ورا الجماعة دول عندهم خبرة كبيرة جدا جدا. لو بتكلم على الأطباء شاطرين جدا حقيقة. كل حاجة عندهم يعني النظام والدقة، والكلام اللي بيتقال هو اللي بيتنفذ. الأطباء ما سابونيش خالص، والاستشاريين متابعين الحالة على مدار ال 24 ساعة. حاسة بأمان على الجروب بتاعها، اتعمل وانس ان احنا طلبنا الخدمة اتعمل جروب باسمها، وبقى معانا الفريق كله على الجروب بيتابع على مدار ال 24 ساعة. حتى لو انا بقيت يعني مش عارفة اوصل لحاجة، انا بعرف ثواني بتصل او ببعت، بيبعتوا لي كل حاجة عن الحالة. باخد كل يوم فيدباك من طبيب العناية. الاستشاري متابع على مدار 24 ساعة. بدل ما الواحد بينزل ويروح مستشفى وحاجات زي كده، دي يعني بتريح الانسان في بيته. والاجهزه ما عدت يعني ما عداش ساعه كان الاجهزه فعلا جت في البيت، وعملوا اي سي يو كامل جوه الاوضه بتاعتها. والحمد لله الدنيا استقرت بعديها واحده واحده. وفعلا تيم الدكاتره والتمريض، خصوصا التمريض، لان التمريض في المستشفيات وكده بيبقى مش شرط يكون واعي جدا باللي بيحصل، بس فعلا انا استغربت حتى يعني او اتفاجئت بالوعي الطبي يعني عندهم. في نقطة مهمة قوي، دول بيخش بيتي وبيقعدوا معايا بالأيام. فكنا في الأول يعني بصراحة كنا قلقانين، لكن إحنا لقينا
كأنهم جزء من العيلة. أخلاق ورقي ولطف. الطريقة اللي عملوا بيها دكتور أحمد وهو في مرضه يعني الحقيقة كانت طريقة كلها أخلاق ولطف جدا، لدرجة إن هو يعني نفسيته حقيقة استريحت لهم جدا. هقول مش هنسى أبدا اللي انتوا عملتوه مع تيم، وإن هو في يومين رجع طبيعي الحمد لله رب العالمين، والفضل ليكم. بصراحة كل الممرضين اللي جولي على درجة عالية من التمريض وبيتابعوا مع الشركة، بيتابعوا بصفة مستمرة وبيبعتوا لي التحاليل على وجه الدقة بصفة باستمرار، وفي متابعة. التمريض ده روح العملية الطبية من وجهة نظري. الحقيقة طاقم التمريض كان يعني فوق الخيال، ناس محترمة جدا، ناس مؤهلة جدا تتعامل مع المريض نفسيا قبل ما تتعامل معه عضويا، ودي نقطة مهمة الحقيقة. يعني رجع لي في ذهني تاني كلمة ملائكة الرحمة بصراحة في التعامل معهم. فطبعا لما والدتي تعبت جامد قوي كده احنا رجعنا لكير هاب، وهم بصراحه يعني نجدونا جامد قوي في اللحظه الحرجه ديت. يمكن احسن شويه من العنايه في المستشفى. ليه؟ المريض موجود في وسط اهله مطمئن نفسيا، فالحمد لله وربنا يبارك لهم بصراحه اللي هم عملوه معايا في خلال ال10 ايام دولت. يعني لاني انا لو كنت دخلت بجوزي المستشفى مع احترامي لكل المستشفيات كان اكيد الدكاتره اللي موجودين مشغولين بكل العيانين، لكن انا كنت حاسه ان الطاقم اللي قاعد معايا ليل ونهار 24 ساعه مراقب دكتور احمد واخد باله من دكتور احمد، فكانها فعلا عنايه مركزه طريقه فعاله. احنا بدانا كانت نسبه الاكسجين ما وصلتش 80، الحمد لله خلال يومين كانت 92. النهجان بدا يقل، الانتي بايوتكس اللي جابوها في المحلول كانت فعاله جدا. كل حاجه كنت بقلق منها كانوا بيعملوها اشعه. كانت الحاله صعبه جدا والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا قدر اخويا ان احنا نوصل كير هاب. كانت اقل من ربع ساعه كلهم عندي هنا، وكانت الاجراءات كلها تمت بمنتهى السلاسه، ما شلتش فعلا لحظه هم او لحظه قلق من ساعه ما دخلوا، والحمد لله رب العالمين كل حاجه كانت متوفره، سواء الدكاتره ربنا يبارك لهم يا رب، من اول وقت تواصل مستمر، متابعه للحاله تقريبا كل شويه، ما بلحقش ان انا فعلا يعدي عليه وقت من غير ما يتابع. الوضع اللي هي كانت فيه كانت هتحتاج تخش مستشفى غرفه طوارئ. طبعا مستشفى كير هاب عرضوا علينا ان غرفه خدمه الطوارئ بتتقدم في البيت بجميع التجهيزات اللي بتبقى موجوده في المستشفى. ده طبعا بسبب حاله والدتي المتاخره، لقينا الحل ده كان ممتاز جدا وساعدنا جامد. اول حاجه ان هي ما تتبهدلش في دخول المستشفى والكلام ده، فاحنا مشينا مع كير هاب على طول. جابوا الاجهزه في خلال ساعتين 3 كانت كل الاجهزه جت، ودكتور طوارئ ونيرسينج. دكتور انا بشكر محمود جدا والله العظيم، وبزكيه لكل حاجه صعبه، كل حاجه صعبه هو يقدر عليها. انا ما شفتش حد كده كويس كده ابدا. انا جربت ناس كتير بس الناس كلها متعبة، انما ده الوحيد اللي ريحني. انا متشكرة جدا، وعايزة اي حاجة تانية ابعت لي محمود، لان انا ما برتاحش غير معايا بصراحة، واي حد لان انا شفت في المستشفى ناس الله اعلم بيهم، ربنا ينتقم منهم، انما محمود ده يعني بني ادم يتحط على الجرح يطيب. انا متشكرة جدا لكل حاجة عملتوها معايا، وبشكرك يا دكتور، وبشكر كل الناس. انا كنت بموت امبارح، النهارده الحمد لله هو الراجل ده خلاني كويسه. اشكرك جدا، هو ربنا طبعا، وهو فانا ربنا فوق وهو تحت. انا بحبه جدا، ربنا يكرمه يا رب، وبزكيكي لكل حاجه والنبي يا دكتور. وانا بشكرك كمان، وبشكر كل الناس اللي في الجروب ده لانهم فعلا ناس محترمين. متشكرة قوي يا دكتور أنا بشكر محمود جدا والله العظيم، وبزكيه لكل حاجة صعبة، كل حاجة صعبة هو يقدر عليها. أنا ما شفتش حد كده كويس كده أبدا. أنا حابة أشكر حضراتكم جميعا على تعبكم مع ماما، وإن أنتوا في كل مرة ما بتخذلوناش، وفي كل مرة ربنا بيجعلكم سبب خير وشفاء ليها. وشكر مخصوص للتمريض، فعلا مستر عبد الله بيتعامل مع ماما كأنها والدته. ثانك يو سو ماتش على كل المجهودات اللي انتوا بتعملوها. الصراحه دايما بنسبه كبيره جدا كل اللي جم يعملوا تمريض عندنا كانوا ممتازين،
بصراحة قد المسؤولية وناس محترمة قبل أي حاجة، ودي حاجة بصراحة يعني مش سهل إن الواحد يلاقيها دلوقتي. وتاني حاجة طبعا يعني لازم أشكركم على الأستاذة رضوى بالذات، لأن رضوى طبعا هي تعتبر أكتر واحدة قعدت مع ماما. بصراحة يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ومجهوداتكم كدكاترة وككير هاب عامة، هي بصراحة يعني كان ليها دور كبير جدا 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 مع ماما. انا حابه اشكر حضراتكم جميعا على تعبكم مع ماما، وان انتوا في كل مره ما بتخذلوناش، وفي كل مره ربنا بيجعلكم سبب خير وشفاء ليها. وشكر مخصوص للتمريض. فعلا فعلا مستر عبد الله بيتعامل مع ماما كانها والدته، وفعلا هو قد ثقتي. يعني المره دي بصراحه عبد الله بذل معانا مجهود فوق الطبيعي، وربنا يبارك له يا رب. وانا بشكره جدا جدا، وحابه اقول لحضراتكم الفيدباك ده لان ده حقه. وشكر جدا لحضراتكم على سرعه الاستجابه، وعلى ان انتم نفذتوا طلبي في ان احنا الحمد لله انهينا الحجز في وقت مناسب. وبشكركم جدا يا فندم. ثانك يو سو ماتش على كل المجهودات اللي انتوا بتعملوها. الصراحه دايما بنسبة كبيرة جدا كل اللي جم يعملوا تمريض عندنا كانوا ممتازين، بصراحة قد المسؤولية وناس محترمة قبل أي حاجة، ودي حاجة بصراحة يعني مش سهل إن الواحد يلاقيها دلوقتي. وتاني حاجة طبعا يعني لازم أشكركم على الأستاذة رضوى بالذات، لأن رضوى طبعا هي تعتبر أكتر واحدة قعدت مع ماما. بصراحة يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ومجهوداتكم كدكاترة وككير هاب عامة، هي بصراحة يعني كان ليها دور كبير جدا 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 مع ماما. هي ليها غير شطارتها على العامل النفسي، وازاي هي بتتعامل مع ماما بطريقة انها مامتها، ويعني كانت فارقة معاها نفسيا جدا، وفارقة معاها نفسيا جدا جدا كمان. فبجد ثانك يو سو ماتش، واتمنى ان انتوا يعني ان شاء الله يعني في الوقت اللي ماما هتبقى معاكم فيه تفضل رضوى موجوده معاها اطول فتره ممكنه يعني. وانا بقول ده بجد لان دي الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها يعني. هي لازم تاخد الكريدت على كل اللي هي بتعمله. وشكرا ليكي برضو على تفهمك في اوقات لما كنت بطلب حاجات. بجد ثانك يو سو ماتش.